يا ابني، هي كلمة أنا غلطان بتقف في زورك ليه؟ فاكر إنك لما تعتذر لمراتك كرامتك بتهدر أو هتشوفك ضعيف؟ بالعكس، ده انت كده بتكبر في قلبها وعينها 100 مرة. الرجولة مش عناد، والبيت مش ساحة حرب لازم تطلع فيها انت اللي صح دايما. الرجولة هي انك تصون ودك وتحمي بيتك من الزعل اللي بياكل في القلوب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد والمعصوم كان في قمة التواضع مع أهله، كان بيسمع وبياخد برأيهم وبيصلح الموقف بكلمة حنينة. الاعتراف بالغلط ده سمة الأنبياء، ده ابن الأصول، بس هو اللي بيقدر يقول حقك عليا لما يحس إنه إسى أو غلط. خليني أقولك إن الإنكار بيبني حيطة سد بينك وبينها، لكن لما بتعتذر انت بتهد الحيطة دي وبتبني بدالها جسر أمان. هي مش مستنية منك هزيمة، هي مستنية منك تقدير. كلمة أنا آسف بتدوب جبال من الجليد وبتخليها هي اللي تفتدي طبعك وتسامحك في أي حاجة تانية. الاعتذار في البيت هيبة مش ذل، وقوة مش ضعف. جرب النهاردة لو كنت غليست أو إسيت قلها بقلب صافي أنا غلطت، وشوف العجب في معاملتها ليك. البيوت بتعمر باللين، والقوي هو اللي بيملك نفسه وقت الغضب والاعتذار. خلوا خلوة مع الله النهاردة تطهير للقلوب من الكبر. ربنا يسعد بيوتكم جميعا. كل الناس بتقول المهم الحب، بس أنا بقولكن المهم الاحترام. يا ولادي، الحب ممكن يتعب، ممكن يقل شوية من المشاغل والهموم، وممكن يقل في وقت الزعل، لكن الاحترام ده هو العمدان اللي شايلة السقف. لو وقعت البيت كله بيتهد فوق دماغ اللي فيه. يعني ايه احترام؟ مش بس يا فندم وحضرتك، الاحترام إنك تصون كرامته في غيبته وتسمع رأيها بتقدير حتى لو أنت مش موافق. ربنا لخص الجواز في كلمتين: مودة ورحمة. والرحمة هي قمة الاحترام، إنك ترحم ضعفها وهي ترحم تعبك، إنكم ما تهينوش بعض وقت الغلط ولا تكسروا خاطر بعض قدام الناس. خليني أقول لكم، الاحترام هو اللي بيحافظ على مساحة الأمان. لما الاحترام بيروح الحب بيتحول لشر، كلمة تجرح ونظرة تقلل، وحياة بتبقى عبارة عن محاولة لكسر التاني. الحب بيخلينا نعيش أيام حلوة، بس الاحترام هو اللي بيخلينا نكبر مع بعض بشياكة ونصون العشرة لآخر العمر. الراجل اللي بيحترم مراته بيخليها ملكة، والست اللي بتحترم جوزها بتخليه سند. اختاروا اللي يحترمكم قبل اللي يحبكم، عشان اللي بيحترمك عمره ما هيظلمك. البيوت أسرار، وأجمل سر فيها هو التقدير المتبادل. خلوا خلوة مع الله النهاردة مراجعة لطريقة كلامنا مع شركاء حياتنا. الكلمة الطيبة هي مفتاح القلوب. ابنك اللي كان بيسمع الكلام فجأة
بقى بيرد الكلمة ب10، وبنتك الرقيقة بقت بتقفل بابها عليها ومش عايزة حد يكلمها. يا بنتي، المراهقة مش قلة أدب، دي مرحلة ولادة ثانية لشخصيتهم. هما مش بيحاربوكي انتي، هما بيحاولوا يلاقوا نفسهم. النصيحة اللي من القلب: في السن ده انزلي من كرسي المدير وقعدي على كرسي الصاحب. سيدنا علي بن أبي طالب قالها في قانون تربوي عظيم: لعبوهم ل7 وأدبوهم ل7 وصاحبوهم ل7. يعني سن المراهقة ده سن الصحوبية، لو ما صاحبتيهوش دلوقتي هيدور على صاحب بره يسمعه ويوديه في داهية. خليني أقول لكم إن عقل المراهق تحت الإنشاء، الهرمونات عاملة فيه عاصفة. بدل ما ننتقد كل حركة ونعلق على كل كلمة، خلينا إذن بتسمع أكتر ما احنا لسان بيوعظ. الاحترام المتبادل في السن ده أهم من الطاعة العمياء. ما تكسريش بابه وما تفتشيش في أسراره. ابني جسر ثقة عشان لما يغلط، وهيغلط، يجي يجري عليكي انتي مش على غيرك. الشد الزايد بيقطع الحبل، والرخاوة الزايدة بتضيع العيال. خليكي وسط، ادعوا ليهم بالهداية وصلاح الحال. فدعوة الأم في السن ده هي طوق النجاة. اصبروا عليهم، بكرة يكبروا ويبقوا سندكم وقرة عينكم. خلوا خلوة مع الله النهاردة دعاء بإن ربنا يشرح صدور ولادنا. التربية صبر، وعاقبة الصبر دايما جبر. مش كل كلمة تتقلك لازم تردي عليها، ومش كل قعدة فيها قيل وقال لازم تكوني موجودة فيها. يا بنتي، سلامك النفسي ده أمانة، والناس اللي بتمص طاقتك بالكلام السلبي والنميمة دول حرامية سنينك. حقك إنك تسكتي، وحقك إنك تنسحبي، وحقك إنك تقولي الموضوع ده ما يخصنيش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالها واضحة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني السكوت عبادة وحماية لقلبك قبل ما يكون حماية لغيرك. حفظ اللسان هو اللي بيخلي القلب يفضل منور وموصول بربنا. خليني أقول لكم إن الحدود النفسية بتبدأ من ودانك. لما ترفضي تسمعي غيبة أو نميمة، انت بتحمي جهازك العصبي من سموم بتعكر دمك وتطفي روحك. السكوت هنا مش ضعف، ده درع. وفري طاقتك لبيتك ولولادك ولخلوتك مع الله. الكلمة اللي ما بتبنيش سكوتك عنها صدقة على نفسك. اللي يسألك ساكتة ليه، قوليله بشتري راحة بالي. السكوت هيبة، والراحة النفسية ملهاش تمن. خلوا خلوة مع الله النهاردة تطهير لوداننا وقلوبنا من لغو الكلام. بيوتكم دايما عامرة بالسكينة. بقينا بنهرب من صلة الرحم عشان خايفين من التكاليف ومن هبة العزومات وتجهيز السفرات. يا ولادي، صلة الرحم مش عزومة 5 نجوم، ولا هي مسابقة مين سفرته أحلى. صلة الرحم جبر خواطر، يعني مكالمة تليفون في وقت ضيق، أو زيارة خفيفة بكوباية شاي عشان نطمن على بعض. هي دي اللي ربنا بيحبها. ربنا سبحانه وتعالى قرن تقواه بصلة الأرحام في أول سورة النساء.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني هي مش رفاهية، دي أصل في ديننا، بس إحنا اللي صعبناها على نفسنا بالمظاهر الكذابة لحد ما القلوب جفت والبيوت فضيت من القرايب. خليني أقول لكم إن الضغط الاجتماعي بيخلي الناس تنعزل. لما بتحولي الزيارة لشغلانة تقيلة ومصاريف، انت كأنك بتقولي للي قدامك ما تجيش تاني. لكن لما بنبسطيها بنفتح باب الود من تاني. روحي زوري عمتك أو خالتك بإيدك فاضية، بس بقلب مليان حب. صلة الرحم هي إنك تحس بيا مش تأكلني. بسطوها عشان تحبوها، والبركة دايما في البساطة والأصول. كلموا حد النهاردة بقالكم كتير ما كلمتوهوش. جبر الخواطر هو أجمل عبادة. خلوا خلوة مع الله النهاردة وصل لكل مقطوع. ربنا يديم لأمتكم على خير. شايفة الناس ماشية وشها في الأرض، والكل شايل هم الأسعار والغلاء وخايفين من اللي جاي. يا بنتي الرزق ده مكتوب من قبل ما نتولد، والسر اللي بيخلي القليل يكفي ويبقى فيه خير كتير هو كلمة واحدة: الرضا. الرضا مش معناه إنك مستسلمة، الرضا معناه إنك واثقة إن البركة بتغلب أي غلاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يعني الغنى الحقيقي في القلب مش في المحفظة. فيه بيوت فيها مال قارون بس ما فيهاش حب، وفيه بيوت قايمة على الفول والعيش بس الضحكة فيها ما بتخلصش. خليني أقول لكم إن القلق المادي بيسحب طاقة اليوم. لما بتعلمي ولادك إننا مستورين والحمد لله، انت بتزرعي فيهم نفسية قوية ومستقرة، بتخليهم يقدروا قيمة النعمة مهما كانت بسيطة. لقمة هنية بتكفي ناس كتير، والبركة لما بتدخل بيت بتعمل فيه المعجزات. الذهب الحقيقي هو راحة البال، واليقين إن اللي رزقنا النهاردة مش هيسيبنا بكرة. احمدوا ربنا على الستر، الستر ده أغلى من أي كنوز. ناموا وانتوا حمدين وشاكرين ربنا، هتصحوا والرزق بيخبط على بابكم من وسعه. خلوا خلوة مع الله النهاردة، يقين في الرزاق. البركة في الرضا مش في الكتر. يا ولادي، العلاقات دي عاملة زي أي حاجة في الدنيا، ليها تاريخ صلاحية، وعشان الصلاحية دي تفضل شغالة لازم تتجدد. أكبر غلطة بنقع فيها هي العشم، إننا نركن على إن ما هم عارفين غلاوتهم عندي، أو ما احنا عشرة عمر مش محتاجين كلام. بس الحقيقة القلوب بتصدي من الإهمال، والأفعال هي الوحيدة اللي بتجلي الصدأ ده. لما الأفعال بتغيب العشم بيتحول للتقل، والتقل بيولد جفاء. خليني أقول لكم يا ولادي إن الرصيد العاطفي لازم يتشحن أول بأول. مكالمة في وقت ضيق، كلمة حلوة من غير مناسبة، أو سندة في وقت تعب، هي دي الأفعال اللي بتطول عمر العلاقة. بلاش تستنوا لما تلاقوا اللي قدامكم برد وتعب، ابدأوا انتوا وجددوا الصلاحية. العلاقة اللي مش بيكبرها فعل بيموتها العشم الزايد. كونوا أصحاب أفعال
مش أصحاب نوايا مخفية. القلوب بتشوف بالفعل مش بالظن. اللي بيحب بيسعى، واللي بيعز بيصون. خلوا خلوة مع الله النهاردة تجديد لقلوبكم مع أغلى الناس. الود أفعال مش بس كلام.